الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير قوي النهاردة بقى خلاص رجعت شغلها. نشاط بقى كده ونفوق بقى خلاص. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة الجاية كلنا كده مع بعض نبقى على جبل عرفات بإذنك يا رب. وما فيش حاجة والله بعيدة على ربنا، الواحد بيتمنى وأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. وإن شاء الله ربنا ينولها لنا يا رب بحق النبي. النهارده فيديو جديد، بس قبل اي حاجه برضو لو سمحتوا حطوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، اشتراك في القناه على وتعليق بعد الفيديو ان شاء الله. النهارده او لو سمحتوا كمان ما تنسوش الفيديوهات القديمه بتاعتي، بصوا فيها، خشوا على صفحتي وبصوا فيها، شوفوا في حاجات متنوعه. انا قناتي وقناه متنوعه، ودايما بدور على المواضيع الجديده والمواضيع الغريبه. ما بعملش مثلا روتين يومي اقعد اقول لكم انا هطبخ كذا، انا هعمل الملايه الفلانيه، انا هنزل اشتري مش عارفه ايه. لا، انا بدور وببحث وبشوف اخبار في البلد، او حتى كمان ساعات بره بشوف ايه الحاجات الترندات وبتكلم عنها. فيا ريت تشجعوني لو سمحتوا. اكون متشكره قوي لما بلاقي حد دخل وشاف الموضوع وخرج من غير ما يشترك، بزعل قوي والله. يعني انا دلوقتي عندي 7 مشتركين، سنة كام ابقى اوصل ل500 مشترك؟ سنة كام؟ ولسه هعيش سنة كام يعني؟ وانتوا عارفين ان انا مريضة. هنبدأ الفيديو النهاردة بقى. الفيديو لوز العنب بصراحة. يعني أنا بقى إيه، هتكلم كده براحتي بقى النهاردة. الفيديو بيبين قد إيه إن المصريين دول ملهمش كتالوج، واللي بيطلع في دماغه هوبا بيعمله. أول فيديو طلعت لنا رضوى الشربيني، المعروفة بإنها عدوة الرجل، طلعت لنا بتغريدة جميلة كده على حسابها، بتقول أنا بستغرب قوي إن البنات بتحب ترتبط، ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط بيه. طبعا هي قصدها بتوجه الكلام ده على الرجالة، بتشبه الرجالة بالخروف، وشبهت تقريبا الرجالة كلها، ما قالتش بعض الرجال مثلا. فهي معروفة ان هي عدوة الرجل. طب انا عايزة اسألك يا حلوة، بالنسبة لولادك الاتنين دول جايين يعني من خروف؟ ما هو جايين من راجل وسيد الرجالة. وبعدين انت ليه محسسانا ان انت مظلومة بعد الحاجات اللي انت بتقوليها دي؟ الواحد بدأ يحس ان هو اللي كان مظلوم معاكي، وان هو ليه حق يبيعك ويبيع العيال. اصل مش معقول انك تتكلمي كلام بالمنظر ده. يا صراحة انت وياسمين عز ما شاء الله عليك، واحدة بتطلع الراجل سابع سما، وواحدة بتنزل الراجل سابع أرض. الواحد ما بقاش عارف يمشي معاكي ولا يمشي معاها. يا جماعة عيب كده، يا جماعة عيب كده، والله العظيم عيب كده. عيب لما نتكلم على الرجالة بالمنظر ده. لو في راجل مش كويس ده استثناء، لكن الرجالة ناس كويسة وناس محترمة، وهو اللي بيشارك الست في انهم يجيبوا اطفال. امال هي هتجيب منين؟ ولو هو اصلا انت مشبهاه ان هو خروف، تبقى انت ايه؟ معزة ولا نعجة ولا ايه بالظبط؟ فعيب يعني الكلام ده، عيب 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 قوي قوي قوي. ما يصدرش منك. وانت دلوقتي بتعمل لك تحقيق، وان شاء الله ما نشوفكيش تاني في التلفزيون بقى، تقعدي في بيتك تهاتي وكل شويه تتحولي لتحقيق، تهاتي وكل شويه تحولي تحقيق. فعيب عليكي قوي. انت المفروض ان انت مذيعه تتكلمي في سياق المواضيع اللي مطلوبه منك، اللي بيدوها لك، مش انك تتكلمي عن رايك عشان انت مثلا فشلتي في جوازتك او بتاع. يبقى طب ما انت ليكي اخ، هل اخوكي تعتبريه خروف وتقبلي ان هو مراته تقول عليه خروف؟ عيب عليكي قوي قوي. انا كنت فاكراكي يعني موزونه وبتعرفي توزني كلامك كده، وخريجه مدارس اجنبيه وعيالك حلوه وبتاع. فعيب عليكي والله العظيم، عيب عليكي. لو هو نفسه رفع عليكي دعوه دلوقتي يعني هيبقى ليه حق والله. ولو كل راجل في مصر رفع عليكي دعوه انك انت بتشبهيه بالخروف، يبقى ليه حق برضه. ننتقل للحاجه التانيه. جزار بقى ايه، اللوز عنده محل جزارة اسمه ابو علي، محل جزارة ابو علي في مدينة نصر. وطبعا انتوا عارفين موسم الجزارة وموسم اللحمة والكلام ده، الناس بتجيله. قال ايه، أنا هو كان يعني المحل بتاعه في مدينة نصر قدام المنول، اللي هو قطار الطائر ده.
اللي هم لسه بيعملوا فيها. فجات له بقى فكرة شيطانية جهنمية برازيلية استقلاندية أي حاجة استفندية يعني، إن هو يعمل إيه بقى يا حبايبي؟ بدل ما يعمل صوان وبتاع وكلام من ده والمكان ضيق، يعمل الذبح وياخد الذبيحة وإيه ويقف بيها تحت الكوبري، ويجيب البلانشة دي والبتاع اللي بيقطع بيها اللحمة، ويعلقها، يعلق اللحمة مثلا فخدة وركة أي حاجات زي كده، يعلقها على إيه بقى؟ على الحيطان بتاعة المنوال. ايه رأيكم في العسل السكر ده اللي ما جابتوش ولادة؟ طبعا الدم والريحة والزحمة والمنظر، انا مش عارفه حتى الناس اشتروا منه ازاي. كانت النتيجة طبعا ان الجيران اللي في العمارات اللي حواليه ده مأهولة كده قد كده، ناس وعربيات ومحلات وكل حاجة، أول مرة نشوف التهريج السخيف الغبي ده. طبعا كانت النتيجة إن الناس نزلوا صورته وبعتوها للمحافظ وللأمن وللشرطة ووزير الداخلية وكله بقى، كله طبعا. ده البتاع لسه ما اتفتحش اللي هو قاعد يخرم فيه عشان يعلق عليه البتاع اللي بتعلق عليها اللحمة. ايه الهبل ده؟ طبعا كانت النتيجة انه شمعوا له المحل بتاعه وصدروا اللحمة اللي عنده، وهيدفعوه غرامة 112,000 جنيه، وهيتعرض للحبس لأنه أهدر المال العام والممتلكات العامة ومش عارفة وعمل إيه وعمل إيه وبيقطع الذبيحة خارج المحل والكلام ده كله. استفدت إيه بقى بمخك ده؟ استفدت إيه؟ ادي يا سيدي ايه القصتين اللي خاصين باللحمه، ادي اللي بناخده من اللحمه بقى. بس هو ده المواضيع بتاعتي النهارده. يلا بقى اسمعوا كلامي، اوعوا تطلعوا وتسيبوا الصفحه بتاعتي. حطوا لي يلا لايك وشير واشتراك في القناه وتعليق جميل علشان يوصل لكم مني كل جديد، واكون متشكره جدا. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.